اليوم أيضا قاهرة المعز شهدت محاكمة أخرى، وعشان كده خدوا بالكم لما هنتكلم عن موقعة الجبل أو لما هتشوفوا دلوقتي التقرير. خدوا بالكم من 7 شهور مبارك وأبنائه وانتم شايفينه هم ورا القفص كده، وفي صفوة الشريف وفتحي سرور وغيرهم وانتم شايفينهم ورا القفص. تذكروا أنكم نجحتم، تذكروا أنكم انتصرتم. هذه ثورة انتصرت. ما كان كائنا من كان يتخيل أن هذا المشهد سيكون، وإنه هؤلاء الذين كانوا ملء السمع والبصر واللي دول كانوا بيدوروا مصر بأطراف أصابعهم ويسعى إليهم ونحوهم الجميع ويتدلل ويتقرب لهم الجميع وينافقهم ويتغنى بهم الجميع، إذا بهم جميعا في القفص. هذه ثورة قامت وانتصرت. كون ان احنا بنتكلم عن ما بعد الثورة ومرحلة بناء مصر الحديثة والجديدة، فاحنا بنختلف وبنتفق وبنتعثر وبنرتبك، لكن ما تنسوش انه هذا الظلم وذلك الاستبداد لم ينجح في ان يستمر، انه احنا قدرنا نكسر هذا الاستبداد وهذا الظلم. اللي بيتصور انه هذا الظلم وهذا الاستبداد كان يصنع استقرارا فده متوهم، استقرار متوهم، استقرار كذوب. مصر كانت عايشة في فوضى عارمة، كمان مش استقرار، كانت عايشة في فوضى عارمة. شعب كان 22% ولا يزال بطبيعة الحال 22% منه حامل فيروس سي. شعب أكبر نسبة إصابة بالسرطان في الوطن العربي. شعب أكبر نسبة فشل كلوي وكبدي في الوطن العربي، بل في مناطق في مصر أعلى نسبة في العالم. شعب في الصعيد كان 67% ولا يزال 67% من حمامات الصعيد بدون سيفون. دي فوضى ولا مش فوضى؟ 31% من الأسر المصرية تعيلها امرأة. 37% من الشعب، من الأطفال المصريين مصابين بمرض التقزيم، القزمية. ده غير أعلى من ضعف الرقم مصاب بالأنيميا. فما حدش يقول لي احنا كنا عايشين كويس. ايه اللي كنا عايشين كويس؟ جايز أنا كنت عايش كويس، لكن مصريين كتير جدا ما كانوش عايشين كويس وحتى الآن. اما الاطباء ايه اللي خرجوا بيطالبوا في مظاهرات وفي اضراب عشان يحسنوا اجورهم؟ كانوا عايشين كويس؟ مدرسين اللي خرجوا في مظاهره واضراب علشان فلوسهم والكادر والمرتب بتاعهم كانوا عايشين النهارده في مظاهرات كانوا عايشين كويس؟ مش لاقيين ياكلوا وحتى الان. كلهم بقى عندهم الحريه التي انتزعوها بانفسهم، لم يمنحها لهم لا مجلس عسكري ولا مجلس وزراء ولا الجن الازرق. الشعب المصري اللي انتزع هذه الحريه وبدا يقول الشعب المصري بيقول يتوجع لانه ما كانش قادر يقول حتى فتقول لي اصل ما فيش استقرار، وكان اصل زمان استقرار ايه؟ استقرار العبيد اللي قاعدين في مزرعه مش قادرين ينطقوا؟ استقرار المجبورين المسلوب الإرادة؟ ده الاستقرار اللي انتوا عايزينه؟ ده استقرار حسني مبارك وفتحي سرور؟ استقرار تزوير الانتخابات؟ يكشي يغور كل الاستقرار اللي شبه كده. احنا بنتوجع وبنتألم ونتصور ان دي فوضى. ده توجع وتألم. حتى البلطجة وقلة الأدب وطولة اللسان اللي موجودة في المجتمع المصري دلوقتي، ناس عيانة، ناس تعبانة، ناس مضغوطة، ناس غضبانة، ناس حتى مش متعلمة كويس، ناس مش عايشة كويس. البلطجي مش بلطجي، مش هواية.